الطب الشرعي دكتور هشام المتحدث باسم الطب الشرعي. دكتور هشام اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. دكتور هشام، ايه التقرير المبدئي للطب الشرعي فيه ايه؟ هو المتوفى كان مواجه للقنبله، فاصابته شظايا من القنبله في الراس والوجه والصدر والبطن والاطراف كلها تقريبا، من الجزء الامامي كله من الجسد، يعني كان مواجه ليها، وادت لكسور في عظام الجمجمه ونزيف في المخ وكسور في معظم عظام الاطراف يعني. طب ده من واقع خبرة حضرتك، ده معناه انه كمية التفجير كبيرة؟ هي لسه حجم التفجير ما بيتحسبش من مجرد الاصابه، حجم التفجير بيتحسب من المعاينه للمكان ومدى انتشاره ومدى بعد انتشاره، واذا كان في حفره تحت السياره او حاجه، كل ده بيتحسب منه كميه الماده المتفجره. لكن طبعا من المنظر العام اللي انا شايفه واضح ان كميه المواد المتفجره كميه كبيره يعني. طب التسعة المصابين حالتهم مستقرة؟ لا، دي حضرتك لسه دي لم تعرض علينا الحالات دي مع الطب الشرعي، هي في المستشفى، حضرتك ممكن تراجع متحدث في وزارة الصحة يعني. طيب دكتور هشام، بالمناسبة عايز أسأل حضرتك في المجموعات التكفيرية اللي تمكنت، مجموعات الإرهابيين اللي تمكنت القوات المسلحة من قتلهم في العملية الإرهابية الأخيرة، هل ده أيضا بيخضع تحليل الدي ان ايه المتعلق بهم بيجي لكم؟ هو حضرتك بالنسبة احنا بتجيلنا بس الحالات المجهولة، لكن كل الحالات المعلومة ما بتجيش للمشرحة يعني بالنسبة لتفكيرات سينا. الحالات المجهولة للتعرف على أصحابها، مجرد أخذ عينات الدي ان ايه وتحديدها والكلام ده. فاحنا جالنا في الأحداث الأخيرة دي 15 حالة، ال 15 حالة تم تحديد الدي ان ايه والتقرير بتاعها أرسل للنيابة العسكرية. بتوجه لحضرتك بالشكر.